السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة عن ولد يتيم وشجاع ليلتقي بتنين ضخم، وبتحصل أمور رح تصدمك. ولكن قبل البدء اشترك ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا. في قرية صغيرة محاصرة بالجبال والضباب، كان كل أهلها بيحكوا حكاية مرعبة عن جبل اسمه جبل التنين. بيقولوا إن في تنين ضخم نايم وقلبه من نار، واللي يوصل لقلبه ويتحمله يتحقق له أي أمنية. الكل كان بيخاف يقرب، إلا ولد اسمه يوسف كان يتيم وبيحلم يغير مصيره ويثبت للناس إنه مش صغير زي ما بيقولوا. يوسف كان دايما بيسأل نفسه: ليه كل الناس خايفة؟ طب ما يمكن يكون ورا الخوف ده حاجة حلوة. وفي ليلة فيها السما كلها كانت صافية والقمر منور، قرر يسيب القرية ويمشي لوحده على الجبل، ومعاه بس سيف أبوه الخشبي وجرأة ملهاش وصف. وهو طالع واجه حاجات غريبة: صخور بتقع حواليه، ريح بتزعق باسمه، صوت كأنه بيناديه من بعيد. قلبه كان بيدق بسرعة بس مرجعش، كان بيقول لنفسه: أنا جاي علشان أغير قدري، مش هرجع قبل ما أوصل. ولما وصل للقمة شافه التنين، جسمه ضخم وعينيه بتلمع زي الجمر. بس بدل ما يهجمه، التنين سأله: أنت مش خايف؟ يوسف قال له بكل هدوء: أنا مش جاي أقتلك، أنا جاي أفهمك ليه قلبك مستخبي. ساعتها التنين سكت وبصله كأنه ما شافش بني آدم زيه قبل كده، وقال: من زمان قوي الناس خانوني، فحبست قلبي في النار، بس كنت مستني حد مش بيخاف، حد يسمعني مش يهاجمني. يوسف قرب ولمس قلب التنين، وبدل ما يتحرق، نور طلع من قلبه، لف حوالين الجبل كله والدنيا كلها نورت. الضباب اختفى والتنين اختفى، بس قلبه فضل جوه يوسف، نور بيهدي الناس وبيفكرهم إن مش كل حاجة نخاف منها تبقى شر. ومن ساعتها يوسف ما بقى شاب عادي، بقى بطل في قريته، والناس كلها بقت تحكي عن الولد اللي سمع قلب تنين بدل ما يقتله. أتمنى الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.